احنا عايزين النهارده الهلال يخسر عشان مولوديه الجزائر ما يوصلش. ده لسان حال بعض جمهور الهلال السوداني اللي مش فاهم حاجه خالص. يعني ده حال لسان جمهور الهلال السوداني اللي مش فاهم حاجه نهائي 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 عن كره القدم. عارف يعني ايه الهلال يخسر النهارده من يانج افريكانز؟ يعني التصنيف بتاعه يقل. ليه؟ اولا انت بتلعب في ملعبك في موريتانيا، بس ده يعتبر الماتش بتاعك انت بتاع الهلال في ملعبك. التصنيف بتاعك هيقل. التصنيف الشهري هتبقى مش الاول. تصنيفك في كاس العالم للانديه لو هتلعب كاس عالم انديه زي ما انتم مفكرين، لو وصلتوا دور الثمانيه هتلعبوا بالهزيمه دي، التصنيف بتاعك والنقط بتاعتك اللي هي هتوصلك كاس العالم هتخسرك. وفوق ده كله حتى لو انت خسرت النهارده من يانج افريكانز، المولوديه عنده فرصه كبيره جدا جدا للوصول لدوري ابطال افريقيا لدور الثمانيه. ليه؟ لان يانج افريكانز فريق قد كده، فريق ضعيف من الاخر كده، مش قد كده بقى ما قدكاش كده، فريق ضعيف جدا جدا جدا. يانج افريكانز ده فريق عادي جدا، فسهل جدا المولوديه يتعادل معاه في ارضه، بس مش محتاج غير التعادل بس في ارضه او يكسبه. يلعب عليه مباراه كويسه هيكسبه، يلعب عليه مباراه عاديه هيتعادل برضه. المولوديه افضل من يانج افريكانز، مش قوي لا، لكن هو افضل من يانج افريكانز اللي قد كده زي ما قلت لكم. ففي جميع الحالات يانج افريكانز ممكن يخرج حتى لو كسب الهلال النهارده، بالعكس هيبقى يانج افريكانز استفاد بالنقط ديت اللي هي خدها منكم في حساب التصنيفات. فاتمنى لعيبه الهلال تلعب مباراه كويسه، يا عم تعادل اكسب اعمل اي حاجه، لكن ان انت تخسر عندا في المولوديه الجزائر لا، ما احبش كده بصراحه وما اعترفش بيها ابدا. وده طبعا مش جمهور الهلال كله اللي بيقول الكلام دوت، لا، ده بعض الجمهور اللي شفتها في التعليقات بتقول احنا عايزين نخسر عشان مولوديه الجزائر الجمهور بتاعه صدعنا وبقى يقل ادبه ساعه الماتش، وبيقول مش عارف ان على الهلال ضعيف والهلال مش عارف ايه، وبقى يقول على الكلام على الهلال. وفعلا انا شفت الكلام ده بعيني، وفعلا جمهور المولوديه عمل كده، وانا اشهد شهاده حق ان فعلا صفحات في الجزائر فعلا كانت بتنزل المواضيع دي، وانا واحد من الناس كنت بعترض عليها وبقول لا، الهلال فريق مش ضعيف دلوقتي، على الاقل ان الفريق هو المتصدر الوحيد في المجموعه وكسبك في ملعبك وسط جمهورك، فانت ما تقوليش الهلال ضعيف ومش ضعيف. دي شهاده حق اشهدها ان الهلال هو اقوى فريق في المجموعه بتاعته، اقوى فريق فين؟ في المجموعه بتاعته، لكن مش اقوى فريق في دوري ابطال افريقيا السنه دي. في الاقوى منه بكتير جدا زي الترجي، زي سان داونز، زي بيراميدز، في اقوى من الهلال اداء. ماليش دعوه بالنقط وتجميع النقط وكلام تجميع النقط دي، اي حد ممكن يلعب على تجميع النقط في المجموعات، لكن المهم دلوقتي دور الثمانيه ايه اللي هيحصل فيه، ده اللي هنشوفه النهارده. لازم الهلال السوداني يكسب عشان التصنيف. اعمل متابعه واشترك في قناه كوره معانا على اليوتيوب ان شاء الله.